يرتقب أن يعرف طقس المغرب يوم الأربعاء 15 أبريل الجاري أجواء باردة نسبياً إلى باردة، خاصة فوق المرتفعات والهضاب العليا، وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، مع استمرار بعض الظواهر الجوية المحلية في عدد من المناطق. وحسب الأرصاد الجوية، فمن المنتظر أن تتشكل سحب منخفضة خلال فترتي الصباح والليل بكل من السهول الأطلسية الشمالية والوسطى، إضافة إلى شمال غرب الأقاليم الجنوبية، حيث يحتمل تشكل ضباب أو رذاذ محلي قد يؤثر مؤقتاً على الرؤية في بعض الفترات. ويتوقع أيضاً تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نسبياً بالأقاليم الجنوبية، قد تتسبب في تطاير الغبار محلياً، خصوصاً بالمناطق المفتوحة. في المقابل، ستبقى الأجواء مستقرة وصافية إلى قليلة السحب بباقي مناطق المملكة، ما يمنح طقساً مستقراً في معظم المدن خلال فترات النهار. بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فمن المتوقع أن تتوزع ما بين -1 و3 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 4 و7 درجات بالمنطقة الشرقية والريف، وما بين 14 و19 درجة بسوس والجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 7 و15 درجة بباقي مناطق المملكة. أما خلال النهار، فمن المرتقب أن تعرف درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأيام السابقة، ما سيجعل الأجواء أكثر اعتدالاً في عدد من المناطق. وفيما يخص حالة البحر، فمن المنتظر أن يكون هادئاً إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمضيق البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والمهدية، وهائجاً إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأطلسية، وقليل الهيجان إلى هائج محلياً خلال فترة الزوال جنوب طرفايا. بشكل عام، سيتميز طقس الأربعاء بالمغرب بأجواء باردة صباحاً، خاصة بالمرتفعات، مع احتمال تشكل الضباب ببعض السهول، ورياح نشيطة نسبياً بالأقاليم الجنوبية، مقابل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال النهار واستقرار الأجواء في معظم المناطق. نشكر لكم طيب المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك ليصلكم كل جديد عن أخبار الطقس.